لو فاكرين ان اوائل الجمهوريه حياتهم كلها كانت مثاليه وكلها مذاكره ومفيش تضييع وقت، تبقوا غلطانين. لان كلنا بنتعرض لعقبات كتيره جدا خصوصا الفتره دي وظروف من انواع مختلفه، بس اشطر حد هو اسرع واحد يعمل موف اون ويتجاوز العقبه دي ويكمل. ثق في الله سبحانه وتعالى، ثق في نفسك ان حلمك هيتحقق، استبشر خير، بلاش طاقه سلبيه، مفيش حاجه اسمها شخص فاشل. قرب من ربنا سبحانه وتعالى وارضي اهلك وابعد عن الناس اللي بتحبطك. بجد هقول لكم حاجه كان نفسي حد يقولها لي من زمان جدا، ان ابعد عن اي حد بيحبطك مهما كان غالي عندك، او ابعد عن الناس اللي بتفشلك او مش مؤمنين بقدراتك. حتى اي كلام سلبي من الودان دي للودان دي، خصوصا في الثانويه، لان الحقد بجد بيبان في الهزار. هما بيقولوا احنا بنهزر والكلام ده كله، لكن حقدهم بيبان وقت الهزار ده. ردك الوحيد على اي حد استخف بقدراتك هيبقى وقت النتيجه. بجد النتيجه بتاعتك عشان ربنا يكرمك فيها. ربنا ان شافك بتتعب وتجتهد فعلا، ده وعد من ربنا سبحانه وتعالى ان لازم يكرمك، هتشوف كرم ربنا في النتيجه. فعافر وهات اخرك يا حبيب قلبي. اصل لو ما عافرتش دلوقتي وجبت اخرك دلوقتي، هتجيب اخرك امتى؟ يعني انا عايز اعرف. يعني دي السنه اللي مش مشكله مستواك في السنوات اللي فاتت كلها، حرام تبقى شخص ذكي وبتفهم اكتر من اللي بيطلعوا من الاوائل اصلا، ومش مستغل الموهبه اللي ربنا اداها لك بحجه مثلا انك طول السنين اللي فاتت كنت بتقول اصل انا هخلي طاقتي كلها لسنه ثالثه، انا في سنه ثالثه هتشوفوا حاجه تانية. طيب اهي جات لك الفرصه عشان ترد على الناس اصلا اللي مش بيتمنوا لك الخير، جات لك الفرصه عشان تكبر بخاطر الناس اللي حاطين امل فيك فعلا. على فكره عايز اقول لكم حاجه، سنه ثالثه دي وقت النتيجه هتلاقي ناس طالعه من تحت الارض كده، يعني هتتفاجئوا بدرجاتهم العاليه. عارفين الهدوء ما قبل العاصفه؟ هو بيبقى كده بالظبط. ناس كده ما تعرفش ان هم كانوا معاكم في الدفعه اصلا، هم بيبقوا تعبوا فربنا كرمهم في السنه دي. اصل انت عمال تاسس نفسك من وانت صغير بقى، حضانه وسته ابتدائي وثلاثه اعدادي وكمان سنتين ثانوي، عشان السنه الثالثه دي تثبت فيها نفسك. السنين دي مجرد تاسيس لسنه واحده بس، هي ثالثه ثانوي. فانت تعالى على نفسك دلوقتي. وعد مني الفيديو الجاي برضو انزل فيديو تاني للتراكمات. الفيديو اللي فات كان نصايح لشهر واحد وكده. في الكليه بقى يا باشا براحتك. بص انت هتيجوا على نفسكم دلوقتي، هتيجوا على وقت نومكم شويه في بعض الايام وهكذا، بس عشان نحدد مسارنا، بس عشان ندخل الكليه بقى براحتنا بقى فيها. على الاقل هنشتغل حاجه بنحبها، واي حد قلت لكم بيدخل مجال هو حبه هو بيتفوق فيه. خلاص على الاقل هتبقى حددت مسارك، عرفت مجالك، هتشتغل حاجه بتحبها زي ما قلت لكم. خصوصا سنه ثالثه ثانوي بتعتمد على النفس الطويل، على الاستمراريه وليس الشطاره بقى ولا اندفاع والكلام ده كله. الحق نفسك حتى لو لسه ما بداتش خالص، انت تلحق اللي انت تجيب اعلى من 90% كمان. احنا طموحنا اكتر من كده يا جماعه بكثير بجد. واعتبروا الفيديو ده رساله ليكم بجد. اسعى واعمل اللي عليك حتى لو مضيع السنه كلها. في ناس يا جماعه حاطين امل فيكم، ما تخذلهمش لو سمحتوا. سواء والدك والدتك، اهم ناس طبعا في حياتك اللي تعبوا عشانكم ومستنيين منكم نتيجه كويسه. صدقني والدتك مثلا بتبقى عايزه تقول اصل انا ابني الفلاني بيدرس كذا، يعني قدام الناس بقى وقدام بقيه العيله او كده. ما تحرمهمش من اللحظه دي. هم الاهل كده، يعني هم بيحبوا الافتخار بابنائهم، بجد اكبروا بخاطرهم يا جماعه. خلي ليك اهداف تسعى عشانها، مش شرط على فكره يعني طب، تمريض، علاج طبيعي، اسنان، الكلام ده كله لا. انا شخص شغفي في الطب، اوكي، احترم برضو شغفي وانا احترم شغفك، ما عنديش اي مشكله. احترم شغف اي حد مهما كان، هندسه، حقوق، تجاره، اداب، ألسن، سياسه واقتصاد، مهما كان حلمك انا احترمك، لان عندك على الاقل هدف وبتسعى له. لو ما عندكش هدف مش مشكله، خلي هدفك الوحيد اللي انت تجيب اعلى مجموع، بحيث وقت النتيجه يكون كل الكليات تحط رجل على رجل كده وتختار. انا مش عايزكم يا جماعه مستنيين التنسيق حتى، لا انا عايز مجموعك انت ضامن كل الكليات باذن الله سبحانه وتعالى. وبشكركم يا جماعه على كل الناس اللي ضافتني على انستجرام. بنزل هناك طبعا فيديوهات تحفيزيه، وهتلاقوا شخصيات تانية بقى تحفيزيه خصوصا للكليات الطبيه يعني بصراحه يعني. بس فاي حد بيكلمني هناك واي حد يحتاج حاجه برضو يبعت لي هناك، هحاول ابقى اكتف الفتره دي عليه. انا لسه راجع السوشيال ميديا قريب اصلا، وانا هستناكم تكلموني على اخر السنه بقى، سواء على الانستجرام او على قناه التليجرام اللي انا هحطها في الوصف. هحط الروابط دي في الوصف، بحط فيها نصايح المذاكره وبطلع معاكم لايف نتكلم مع بعض واعرف مشاكلكم. انا بفرح جدا لما الاقي حد كده في اخر السنه يقول لي انا داخل نفس الكليه بتاعتك اللي هي طب عين شمس. يعني انا فاضل لي سنه واتخرج، فيا رب الحقكم، يعني يا رب الحقكم. يعني بتبقى اسعد لحظه في حياتي بصراحه. انا بشوف ناس بتدعي يا جماعه بيقولوا يا رب انجح، يا رب اجيب 80%. لا اله الا الله يا جدع، ده يعني ربنا سبحانه وتعالى اسمه الكريم، يعني اطمع في كرم ربنا سبحانه وتعالى. قول يا رب اطلع الاول على الجمهوريه. ايه المشكله؟ هتقول اصل انا مستوايا ومش قد كده. ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء صدقني. وقت النتيجه
واكيد انتوا عارفين البيوت بتنقسم لجزئين. جزء بتلاقي مباركات بقى في التليفونات وزغاريط بقى، تقريبا الزغاريط دي بتستمر شهر بعد النتيجة كمان. وجزء تاني التليفونات بتتقفل، الناس بتهرب من البيت وحاجات يعني ربنا ما يكتبها على حد فيكم. تعبكم دلوقتي هو اللي هيحدد اللحظة دي. فيا رب يا رب اتمنى لكم الخير من كل قلبي. لو اي حد عنده مشكلة انا هنزل كل الفيديوهات اللي انا نزلتها في الوصف. بس كده الكلام اللي قلته لكم ده كان نفسي حد يقوله لي في الفترة دي. بس كده لو احتجتوا اي حاجة كلموني. السلام عليكم.